السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنتوا طالبين مني يا بنات ان انا انزل لكم الرواعي واجيب لكم الكوتشيات حلوة وباسعار حلوة. النهارده بقى جايبه لكم الكوتشيات دي ب55 جنيه بس. ايوه زي ما سمعتي، الحاجات دي ب55 جنيه بس. يا سلام على الشياكة والاناقة، الكوتشيات زي العسل عند عم احمد. عم احمد واقف عند شارع في شارع رواعي يا بنات، قدام مول صدناوي. هتمشي كده من محطة العتبة، هتخرجي على ناحية جراش العتبة او سنترال العتبة. هتمشي لغاية السنترال، في شارع كده ضيق جنبه. الشارع ده هتدخليه، ده في باب الخلف مول صدناوي، وهتلاقي عم احمد موجود عنده حاجات جميلة جدا ب55 جنيه بس يا بنات. هو موجود كل يوم. النهاردة انا مصوره لكم يوم الجمعة، حبيت انزل يوم الجمعة ليه بقى؟ لان يوم الجمعة بيبقى الدنيا حلوة، السوق حلو كده في العتبة والدنيا مفروشة. طبعا يوم اجازة وعارفين ان الناس هتنزل بقى يوم الاجازة بتاعهم. وكمان نزلت بدري عشان امشي كده في الروقان واصور لكم واجيب لكم الناس والحاجات اللي انتوا طالبينها مني، واجيب لكم الناس اللي باسعارها حلوة قوي قوي. كنتوا طالبين مني كمان كوتشيهات رجالي، وده اي كوتشي زي ما انتوا شايفين كده. في الراجل كاتب 150 جنيه، وما فعلا ما عندهوش فصال. ما تحاوليش انك تفصلي معاه لانه هو رافض خالص الفصال. يقول لك خدي الحاجه وامشي، ما تفصليش معاه. راجل كبير وخلقه ضيق، فما تفصليش بقى معاه. الحاجات دي ب150 جنيه. في منه الوان كتيره، في منه اللون الكحلي، وفي منه اللون الاسود، وفي منه اللون البيج والجملي. في منه 4 الوان بمقاساتهم. كل الحاجات اللي انا صورتها لكم دول في مقاسات لغايه 45 و46. تعالوا بقى نبص على الحاجات السكتشر. يا سلام بقى، الحاجات دي ب45 جنيه. فتخيلوا مقاس 45 بسعر 150 جنيه. فتخيلوا بقى الشياكة والأناقة، وبصوا التقفيلة وبصوا الشكل، حاجة كده واو. كان في منه الجملي، وبصوا كمان الاسود ده حلو، او الجري كمان حلو جدا جدا. انا بحب لون الجري وبحب لون الاسود، الوان محايده كده في اللبس وحلوه وجميله وشكلها حلو. كان عنده كمان جزم فورمال، برضو هوريها لكم. حاجات برضو شكلها حلو قوي. بصوا زي دي كده برضو 150، خطيره جدا، شكلها حلو قوي. وبصوا بالكعب، ويا سلام على الشياكه والاناقه. بصوا ده كمان خطير، شكله حلو جدا وتقفيلته كمان حلو. في منه كمان اللون الاسود، وريت لكم الاسود، وريت لكم الجملي، وريت لكم كمان اللي هو برباط ده. تعالوا بقى نشوف الحاجات بتاعت البحر وحاجات الصيف الجميله الحلوه. كل الحاجات السنيكرز دي تحفه تحفه تحفه، شكلها حلو وبلاستيك كده وجميله. الحاجات دي كبيره على قدنا كده يا بنات، مقاس فيه 37 و38 و39. ما عندوش 40 و41، سألت عليهم مش موجودين. وده كان اي حاجة ب50 جنيه، وبجد خطير جدا، طري قوي. انتوا مش متخيلين طري قد ايه للمصايف بقى، كده يعني شكله حلو في اللبس وشكله شيك. تعالوا بقى نبص على الحاجات الترندي بتاعة الاطفال والحاجات اللي احنا بنبقى دايخين عليها. بصوا حاجة زي كده كروكس كده، كان مقاس 27. ده كان برضو ب50 جنيه، اطفالي حريمي ب50 جنيه. الحاجات اللي انا هوريها لكم اللي هي الترندي لسه ما وريتها لكمش، هوريها لكم دلوقتي. بصوا ده، ايوه هو اللبني ده والاسود ده حاجات ترندي. وبصوا اللي هو الشبشب اللي عليه اديداس ده برضو حاجات ترندي. كل الحاجات دي طالعه موضه، للولاد طالعه موضه. وبصوا ده كمان للبنات، يا سلام على الشياكه والاناقه. بصوا يا بنات ده كمان يا سلام، بجد شكله حلو جدا. بصوا ده، والبلاستيك بتاعه بجد خطير، حاجه يعني فعلا من الاخر. وحاجات على فكره باينه عليها قوي ان هي اصليه. هنا بقى انا رحت لفرشه الصياد، ده اشهر فرشه في العتبه. طبعا شايفين تشكيله كبيره من الشوزات والصنادل والشباشب بتاعه الخروج. حاجات يعني فيها اللي هي بالهيلز بالكعب العالي، وفي اللي هو على الارض خالص. التشكيله كبيره بقى، يعني كل اللي انتي عايزاه موجود عنده. هوريكم دلوقتي شويه حاجات. بصوا الشوزه دي عجبتني جدا. اي حاجه من هنا اولا ب100 جنيه اي حاجه. فهوريكم بقى شويه حاجات. اللي هو السيلفر ده خطير، شكله حلو والكعب بتاعه مريح. بصوا كمان اللي هو الشوزه البيضه دي شكلها حلو. بصوا كان في منه كمان اللون الجملي. دايما بتخلوني اركز على النوعيه دي من الشوزات، بتحبوها، بتقولوا عليها مريحه.
وتقولوا كمان ان هي بتبقى فورمال شكلها حلو في اللبس في الشغل، وتنفع كمان للخروجات بعد الظهر. فخليتوني انا كمان اركز معاها في التصوير. عجبني بقى اللي هو الاسود والبيج والكحلي، شايفين الوان منها اهي وحلوة. دي كمان مريحة ومفتوحة كده صيفي، شكلها برضو حلو قوي. عجبني كمان اللي هو الشبشب الابيض اللي بكعب ده حلو. بصوا كمان النوعية دي حلوة، اللي ما فيش فيها اي حاجة من قدام، سادة خالص. وريت لكم منها الكشمير. الشوزة دي كمان، السودة دي برضو شكلها حلو. بصوا ده درجة برضو تانية من البيج. بس اهم حاجة بقى ان انتي تبصي على الحاجة، لان القطيفة طبعا زي ما انتم شايفين بتلم تراب وبتلم، بيبقى شكلها فعلا يعني بعد مرتين 3 لازم تتغسل، لازم 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 بفوطة ناشفة، فوطة يعني مش ناشفة قوي، تبقى مبلولة كده حاجة بسيطة وتمسحيها. بصوا شكلها فعلا يعني بتبقى شكلها شيك في اللبس، بس مشكلتها بس ان هي بتلم تراب وبتلم اي حاجة بقى من الشارع. بصوا يا بنات، دي برضو كانت حلوة قوي. انا بحب الكعوب العريضة، بلاقيها دايما عند الصياد فرشة طبعا، يعني معروفة في العتبة. وزي ما انتوا عارفين هو بيحط بقى تشكيلة كبيرة من الصنادل والحاجات اللي هي بالكعب والحاجات اللي هي الفلات اللي على الارض و... وبيبقى عنده حاجات فعلا حلوه. بصوا دي الكعوب العريضة اللي انا بقول لكم عليها. كان في مقطع طبعا واتمسح من عندي، زعلت جدا عليه، بس خلاص قدر الله ما شاء فعل. كنت مكمله لكم فرشة الصياد، فخلاص ان شاء الله هنزل لكم تاني العتبة. قولولي بس انتوا عايزيني اصور لكم ايه. طلبتم مني اللي هو السنيكرز بتاعت البحر، صورتها لكم، والكوتشات الرجالي جبت لكم ارخص الناس في العتبة. فهم دول ارخص الناس، يعني لو دورتي في العتبة كلها من اولها لاخرها مش هتلاقي انا جايبه لكم الخلاصة. ففعلا مش هتلاقي ناس ارخص من كده. هنا ب30 جنيه بقى يا بنات، اي حاجة من هنا تشكيلة كبيرة. بواقي المحلات بقى هتلاقوا بقى جزم على شوزات على حاجات فلات على حاجات بكعب كده، زي ما انتوا شايفين. حاجات بقى ممكن تكون فيها عيوب اصلا، فخلي بالكم برضو من الحاجات دي. بصوا شوزات كده بتاعت خروج ب30 جنيه. وهتلاقوا حاجات الفرو دي بتاعت البيت. بصوا حاجة زي كده كمان، في كوتشيهات اطفالي. انا حبيت بس اوريكم ان في حاجات ب30 جنيه، في حاجات اقل من كده بيبقى في فرشات كده على الجنب، بيبقى فيها حاجات كتيرة جدا. يا رب تكون الجولة النهاردة عجبتكم. قولوا لي عايزين اصور لكم ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.